طيب، عكس المنطق وعكس كل الأزمات اللي بيمر بيها، وعكس أزمة المستحقات المتأخرة، وعكس أزمة خروج اللاعبين الكبار علشان خاطر يبقى فيه فلوس تدخل للعيبة اللي موجودة، وعكس كل الأمور اللي ليها علاقة بإيقاف القيد، وعكس كل المشاكل، وعكس إنه في مدير فني يبقى الثالث والكابتن معتمد جمال اللي جاي بشكل مؤقت وبدون عقد. عكس كل ده الزمالك بيتمكن من تقديم مردود مميز جدا حتى الآن. تمكن من هزيمة كهرباء الإسماعيلية ب5 أهداف لهدفين في البطولة الكونفدرالية. هو متصدر في الدوري العام، يقفز قفزات كبيرة جدا. الأهم من كل ده إنه معتمد على مجموعة شباب ناشئين، شباب صغيرة كلها. وصعوبة الدفع بمجموعة شباب صغيرة إنه غصب عن أي فريق في الدنيا لازم الشباب الصغير ده يطلع 1 أو 2 يتدفى في مجموعة كبيرة واقفة على رجلها محققة نتائج. إنما ده ما بيحصلش. اللي بيحصل إنه هم الولاد الصغيرين قادرين لحد دلوقتي إن هم يوصلوا لده. ده عشان خاطر إيه؟ ده عشان خاطر اسم الزمالك وتاريخ الزمالك والإرث الكبير اللي عند نادي الزمالك والشعبية الكبيرة اللي عند نادي الزمالك، وإنه هذا الجيل والمجموعه المتواجده حاليا معاهم الكابتن معتمد جمال. اكيد التوفيق ده مش جاي لهم من عدم، عشان هم بيشتغلوا وبيجتهدوا. الطريق لسه طويل جدا جدا جدا، بس الخطوات القصيره دي تستحق التحيه. اصل ما كنتش انت يعني ده يلفت انتباهك فتتكلم على الناس ديت بشكل ايجابي. ايه اللي يلفت انتباهك؟ ايه اللي تتكلم عنه ايجابي؟ حد يقول لي يا عم هو الزمالك فاز ببطوله الدوري، هو الزمالك فاز بالكونفدراليه؟ لا ما فازش. بس النسق اللي ماشي فيه نادي الزمالك ما يديش النتائج دي. اللي بيحصل في نادي الزمالك ما يديش النتائج دي. فعلى الاقل كلمه الحق انه الناس دي تستحق حاجه كبيره جدا 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 رغم كل ده. فماذا سيفعل الزمالك فيما هو قادم؟ ده مشوار طويل. ماذا سيقدم لاعبو الزمالك بعد ما الناس ما بدات تبص بصه مختلفه؟ ده لسه في كلام كتير. انما العظيم في هذا الامر انه جمهور نادي الزمالك لم يفقد الامل ابدا. وحتى ولو كل شيء كان بعيد عنه هو برضه ما عندوش مشكله، موجود. شفناها في الماتشات اللي فاتت وبنشوفها لحد النهارده. ف يعني كلها حاجات ايجابيه جدا جدا.